السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كي دايرين؟ بخير؟ لاباس عليكم؟ صحيحتكم؟ كنتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير وانتم كتشاهدوا هذا فيديو جديد وقصة جديدة. القصة ديال اليوم بعنوان ب 200 درهم كشفت جارتي. هاد القصة وقعت في 2014 في الأواخر ديالها. كنا ساكنين في واحد الدار كاريينها. كان ديك الساعة عندي وليد تقريبا عنده 4 شهور. ولدي البكر كان عنده 4 شهور. المهم كنا كارين، كان قدامنا واحد الناس تا هما كان عندهم واحد الوليد تقريبا يكون عنده ديك عام ولا المهم 10 شهور بحال هكا. كانوا دوك الناس تا هما غير جوج الناس، مرا وراجل ومعاهم وليد صغير. كنسمع ديما ديك السيده كتهضر مع ولدها. صافي عرفت بان كاينين دري صغير وكاين اسره. المهم واحد المره كانت دقات عليا قالت لي راه عندي شي حوايج صغار، الا بغيتيهم راه صغار على ولدي، الا بغيتيهم لولدك. صافي خديتهم من عندها، قلت لها شكرا الله يرحم الوالدين. من تما تعرفت عليها. صافي ولات الا بغات شي حاجه كتجي تدق عليا، حتى انا الا كنت بغيت شي حاجه راه كندق عليها. شي مرات كنتلاقاو في السطح كنشرو ولا هذا. شي مرات كنتلاقاو في الدروج. المهم بقات المعرفه بحال هكا. كان واحد المره حتى الزوج ديالها عطانا قدم لنا واحد المساعده ان كانت تقطع لينا الضوء، وكان عطانا واحد الخيط من عنده. صافي هذه هي المعرفه كيفاش بدات معاهم. صافي بقينا على هذا الحال. واحد المره جات دقات عليا قالت لي عافاك، راه ولدي مرض ليا ومحتاجه واحد 200 درهم. غنمشي غير ندوز ليه، وفي العشيه راه غتكون عندك 200 درهم، غير عتقيني بها. قلت له ودي انا ما عنديش، وراكي عارفاني ان الوليد جالسه من الخدمه، ملي وليت زاد عديت الوليد وهذا راه ما عنديش 200 درهم. ولكن الا كنتي في العشيه غترديها ليا، راه غناخذ عليك من الفلوس ديال الكرا اللي حاط الزوج ديالي على اساس باش نخلصوا بهم الكرا. قالت لي صافي غير عتقيني. عطاني 200 درهم منهم. في العشيه راه غتكون عندك. غير يجي انا دابا ولدي مرض ليا ومعرفتش كيفاش ندير وهذا، غير يجي في العشيه راجلي وراه فلوسك يكونوا عندك. صافي مشيت خديت ديك 200 درهم وجبتها لها عطيتها ليها. صافي مشات السيده. هادشي انا اللي درت في بالي. قلت السيده راه غدوز لولدها. بقيت راده معاها البال، كنقول غير نسمع الصوت ديال الساروت كيدور وغنحل الباب ونقول لها شنو مضرا وكيبقى الوليد وهذا. ضليت كنتسنى النهار كامل ما عاودتش رجعت. بحكم هما كانت حداها شي لوسته، مره كتقول لي راه جيت من عند لوستي مشيت عند لوستي. قلت لها ربما ملي دوزت الوليد راه هذا راه تكون دازت عنده، كان تكون دازت زعما عند لوسته. صافي بقيت بحال هكاك وانا كنتسنى فيها وداير معاها البال. حتى في الليل حتى كنسمع راجلها باغي يدخل كيدق، ما لقى حتى شي واحد. كيدق ما لقى حتى شي واحد. شويه ما بقاش هذاك الدقان. رجع كيهضر في التليفون. كنسمع. انا بغيت نحل نسول زعما الا كانت هي، ولكن ملي سمعت الصوت ديال الراجل رجعت ما حليت الباب لا والو. ولكن بقيت كنسمع فيها كيقول راه عاوتاني دارتها، راه هزات راسها ومشات لدارهم. تما ملي سمعت هذيك الجمله فهمت بان السيده ما مريض لا ولدها لا حتى شي حاجه، بانه ديك الساعه واش اتصل بنسابو وعرف راه مراته مشات عند نسابو. هما كانوا كيسكنوا في مدينه واحده اخرى. فهمت بانني درت غلط كبير، بانني مكانش عليا نسلفها، بان السيده ما راجعش هذاك النهار، بانها مشات لدارهم. لقيتها وقيله اللي ما لقاهاش ودق الباب ومشى سول ختو وهذا. ويمكن اتصل بنسابو وقالوا ليه راه ما كايناش. في ديك اللحظه عاود اتصل بشي حد اخر كيقول ليه راه عاوتاني دارتها، يعني راه كديرها ديما، راه عاوتاني دارتها، راه مشات لدارهم. صافي ضغط بيا الدنيا. قلت انا جداني نثيق في السيده، هي راه باغا تمشي لدارهم وبالاخبار راجلها، وانا اللي عاونتها بلا ما نحس. المهم ما عرفتش شنو غندير، وانا وصلت للفلوس ديال راجلي بلا ما نتشاور معاه، بلا ما ديك الساعه كان غير نتصل بيه ونقول ليه ها انت راه غناخذ هذوك الفلوس وشنو بالك. انا تصرفت بحسن النيه، ولكن درت واحد الغلط كبير لان ديك امانه عندي ما خصنيش نوصل ليها.
ولكن ما عرفتش ديك الساعات بحسن النية وقلت السيدة باغا دوز لولدها، ما ترددتش انني نسلفها. المره الاولى قلت لها ما عنديش، ولكن ملي بانت ليا مصره وهذا وبانها باغا دوز لولدها، وقالت لي بالاخص فاش قالت لي راه غير غيجي راجلي في العشيه وغادي نردها لك، صافي انا تما ما ما فكرتش بزاف، قلت ماشي مشكل من العشيه حنا ما غاديش نخلصوا الكرا اليوم، باقي يعني قدامنا واحد الاسبوع ولا هذا، ماشي مشكل، و200 درهم راه ما غادي تقضي بها الغرض، في العشيه غتردها ليا. صافي بقيت بحال هكاك. ملي جا الزوج ديالي وانا نقولها ليه، قلت ليه راه اش وقع ليا، راه واحد السيده اللي قدامنا جات دقات عليا، راه قالت لي راه ولدي مريض وعافاك سلت فيني شي 200 درهم غير باش ندوز ليه، ولا لا باش ناخذ ليه شي دواء ولا هذا، الله يرحم والدين عتقيني، راه انا هزيت 200 درهم من هذوك الفلوس اللي حاط وعطيتها لها. بقى كيشوف قال لي صافي دابا فين كاين المشكل، قلت ليه راه ما بقاتش هنايا، راه كنتسنى باش تجي باش ندق عليها نسولها نقول لها مضرا كيبقى الولد وهذا، راه كنسمع الباب كيتحل، جيت باغا نسول، كنسمع راجل كيهضر مع شي واحد وكيقول ليه راه عاوتاني دارتها، راه مشات لدارهم. قال لي هو مشكل دابا هادي شنو غنديرو؟ صافي قلت ليه واش تدق عليه تقول ليه راه مراتك شنو دارت وشنو دارت ولا شنو بالك؟ قال لي صافي، قال لي دابا خليها هي ربما تقول ليه راني تسلفت من عندهم، المهم خليهم شوفهم هما اش غيديروا، انتي ما ديري والو. صافي هادشي اللي وقع. أه بقات عشي راه تقريبا واحد 3 الاسابيع عاد غادي تجي، نسمع الصوت ديالها كتهضر مع ولدها بالنهار، ما كانش الزوج ديالها، مشيت وانا ندق عليها، خرجت عندي السلام لاباس بخير، قلت لها اختي قلتي لي راه غنرجع في العشيه وما رجعتيش دابا راه 3 سيمانات، قالت لي غير سمحي لي وراه ما جاني شي ظروف وهادي ومشيت. قلت لها اختي عافاك راني سمعت راجلك كيقول راه شنو شنو، اختي علاش دخلتيني انايا في هاد المشاكل ديالك؟ بغيتي تمشي اختي الله يسهل عليك، انا ما تدخلنيش في هادشي، دابا خلقتي لي مشاكل مع الزوج ديالي وانتيا باغا تمشي لداركم، جيني للصراحه قول لي عطيني، راه انا باغا نمشي لدارنا، وديك الساعه خليني انا ديك الساعه واش باغا نبغي نكون نساعدك في هذا الشيء ولا ما غاديش نبغي، ما تكذبيش عليا وتقولي لي الولد شي ما فيه لا ولد لا مرض لا حتى شي حاجه. قالت لي وا صافي هذا الشيء انا ما كنت باغا نمشي وكان بصح ولدي مريض ليا وانا كنت باغا نمشي لدارنا وصافي، وملي عطيتيني هذوك الفلوس راه مشيت لحد دارنا عاد دوزت ليه. صافي قالت لي راه تقريبا في العشيه ولا هذا راه غادي نعطيك فلوسك. قالت لي داك العشيه ما عطاتنيش، داز سيمانه ما كتعطينيش، كندق عليها كنقول لها كتقول لي ما عنديش. هذاك النهار تقريبا تداز واحد 2 اسابيع وحدين اخرين على ما رجعت من دارهم، ويجي الزوج ديالها دق في الباب، حليت انا ويقول لي واش كاين مول الدار، قلت لي لا مازال راه ما كيجيش دابا، حتى ديك 8 عاد يجي، قال لي صافي تيجي وراه غادي نجي عنده. صافي مشى، واحد ديك الوقيته اللي سمع الصوت ديال الراجل كيحل في الباب ويحل الباب، قال لي السلام عليكم، قال لي عليكم السلام، قال ليه واش هاد السيده خدات من عندكم شي فلوس؟ قال ليه انا ودي ما حاضرش، ولكن راه خداتها من عند مراتي، راه هادشي اللي قالت لي راه قالت لها راه باغا دوز للوليد وراه عطاتها. قال ليه اسمح لي بزاف انا ما فخباريش، اما كون عطيتها لك من النهار الاول انا ما كنتش عارفه كاع واش تسلفات من عندكم الفلوس، ودابا علاش جيت نسول عليك راه خفت تكون كذبات عليا وبغات هي تاخذ دوك الفلوس ودارت السبه وتقول لي راني مسلفاهم عطاني نردهم. شي كيفاش بحال غتقول راجلها عطيني راني مسلفه من عدد السيده وملي غيعطيهم غتاخذهم، ما تاقش فيها. ملي سمع باننا بصح انا سلفتها هو يعطيه هذيك 200 درهم واعتذر، الزوج ديالها اعتذر قال لنا سمحوا لي انا هادشي اللي قسم عليا الله، راه هاد السيده مشات ديك المره بلا خباري ودابا كتسلف بلا خباري،
سمحوا لينا بزاف كنعتذروا منكم. وهذه هي قصتي مع الثقه ومع جارتي. علاش قلت لكم هذه القصه؟ حيت بصح انسان كيبغي يدير الخير يعرف معامل باش داك الخير تحسب ليه صدقه، لان الصدقه الا بغيتي ديرها ولا الاجر مع الله خاصك تحرى في الموضوع. يعني خاص المؤمن يكون فطن ما يتقولبش، نعرف هذاك الخير مع من غنديرو، والا غنكون انا طرف في شي حاجه اللي غتكون صعيبه. هي السيده ماشيه لاخبار راجلها بحال هاد الامور. الانسان يدير الخير ولكن يعرف مع من غيدير الخير. وتا عطى شي حاجه تكون من فلوسه ماشي من فلوس. بحال انا هزيت الفلوس ديال الزوج ديالي، انا ما عنديش نقول ما عنديش، الا عندي نساعد ونعرف شكون غنساعد وداك اللي غنساعدو اش غيدير بديك الفلوس. هذه هي العبره من قصه اليوم، وكنتمنى تكون عجبتكم القصه، وشكرا لكم على حسن المتابعه، والى فيديو قادم ان شاء الله.